السلام عليكم. بالنسبة للطلبة المقبلين على متابعة الدراسة في ألمانيا، خصكم ديروا كونط بلوكي. هو كيتعتبر شرط أساسي في استكمال الدراسة ووسيلة لضمان الطالب. الفيديو ديال اليوم غنعرفو بشركة فينتيبا والعروض اللي كتقدمها وكنشوفو كيفاش نقدرو نحلو حساب. أولا، شركة فينتيبا كتقدم خدمات مالية، وهاد الخدمات المالية هي فتح تقديم الحساب المغلق بالتعاون مع سوتوغ بنك. وبنك ألماني في مدينة هامبورغ، يعني هما كيفتحولك حساب بالنيابة عليك، يعني كيكون وسيط بين البنك والزبون. غنخلي لكم ليان تحت من الفيديو، فاش كتضغطوا على الليان ياخدكم مباشرة لهاد الباج. غنهبطوا لتحت باش نتعرفوا على العروض اللي عندنا. هنا عندنا 3 ديال العروض. أول عرض هو فينتيبا بيزيك، هو عرض مقبول من جميع السلطات الألمانية وسريع وآمن، وتقدر تستافد منه بلا ما تسجل في المدينة ديالك، وكتخلص عليه تقريبا كل شهر 5 أورو. العرض الثاني هو فينتيبا بلاس، هو حساب مغلق مع التأمين الصحي، كيتعتبر من أحسن العروض واللي كنصحو بيه، حيت التأمين الصحي شرط أساسي باش تاخد الفيزا ديالك. والفرق بينه وبين فينتيبا بيزيك هو كتخلص التأمين الصحي اللي كتقدر، واللي كتبدا الرسوم ديالو من 25 أورو. والعرض الأخير هو فينتيبا بلاس بروتكت، هو عرض كتخلص أولا كتأمن الغير والأشياء ديالو في حالة وقوع حادثة كيف ما كانت، يعني كتغطي الأضرار اللي تسببتي فيها للغير. وهذا العرض كتخلص عليه التأمين الصحي وكذلك التأمين ضد المسؤولية. حنا غادي نختارو فينتيبا بلاس. بالنسبة للطلبة نضغطو على جيت فينتيبا بلاس. اول حاجه ملي كنضغطو على اللين كياخدنا مباشره لهاد الباج هادي باش كنعمرو المعلومات الشخصيه ديالنا. كنختارو واش الشخص اللي غادي يعمر سيده ولا سيد. الا كانت سيده كنديرو مسز، الا كان سيد كنديرو مستر. من بعد كنكتبو الاسم الشخصي اللي هو الفيرست نيم والاسم العائلي اللي تحت منه. كاين هنا واحد السؤال ديال واش غيرتي اللقب ديالك من بعد الزواج. الا كانت ياس كتكتب اللقب السابق ديالك، والا كانت لا ما كتكتب والو. من بعد تاريخ الازدياد ديالك والجنسيه، وهنا كيسولوك واش عندك جنسيه اخرى. الا كانت كتكتبها، الا كانت لا ما كتكتب والو. ومن بعد كيسولوك على الحاله الاجتماعيه ديالك. هنايا كاينه الاختيارات على حسب الحاله الاجتماعيه ديالك. ومن بعد كيسولوك على الغرض من ولا السبب اللي غادي تمشي به لألمانيا. واش غادي دير شتودن كوليغ ولا غتمشي تقرا في الأوني. وهذا كيديروها الناس اللي غادي يمشيو يقراو بالانجلي ولا الناس اللي خدامين، على حساب السبب ديالك اللي غادي يخليك تمشي لألمانيا. من بعد كنديرو كونتينيي. من بعد ما كتعمر المعلومات الشخصيه ديالك كدوز باش تعمر المعلومات على الدراسه ديالك ولا البلان ديالك. اول حاجه كيسولوك على تاريخ الوصول ديالك. انا هنا كتبت 5 شهر 9 2024. السؤال الثاني هو واش عندك الرغبه في الالتحاق باحدى الجامعات. الا كانت لا كدير لا، الا كانت كيطرحوا لك مجموعه الاسئله، مثلا واش غادي تلتحق بدروس تحضير اللغه. الا كانت لا ما كيعطوك حتى شي حاجه. الا كانت كيعطوك التاريخ ديال نهايه هذوك الدروس. السؤال اللي كيجي من بعد واش عندنا قبول جامعي. الا كان لا ما كيعطوك والو. الا كانت تعطوك تعمر اسم الجامعة اللي عندك فيها القبول الجامعي. السؤال اللي من بعد هو تاريخ البداية ديال الموسم الدراسي. في المرحلة الثالثة كيسولونا مجموعة الأسئلة بخصوص الضرائب في أمريكا. السؤال الأول كيسولونا واش عندنا الجرين كارد. إلا كانت كنديروها، إلا ما كانتش كنديرو لا. السؤال الثاني كيسولونا واش سبق لينا مشينا لأمريكا وبقينا فيها 31 يوم. إلا كنتي ديجا مشيتي كدير إلا كنتي ما عمرك مشيتي كدير لا. السؤال الثالث كيسولك واش عندك ضرائب مشتركة مع الزوج ديالك في أمريكا. إلا كانت كدير إلا كانت لا كدير لا. السؤال الرابع كيسولك واش عندك التزامات ضريبية في أمريكا. إلا كانت كديرها، ولا ما كانتش كدير لا. حنا درنا كاملين فيهم لا. في المرحلة الخامسة كيسولوك غير على نوع ديال لاسيغونس اللي بغيتي دير، أي نوع التأمين. واش بغيتي الكلاسيكي ولا البا كونفور. حنا غادي نختارو ستودنت كلاسيك. في ليطاب الخامسة كيعطيونا نكتبو الجيميل ديالنا اللي كنخدمو به، باش كيصيفطوا لنا فيه ميل باش ناكتيفيو الكونط. ابخي نيميرو التليفون، وهنا كيسولونا واش عندنا شي كود ديال الخصم ولا ما عندناش. الا عندنا كنديرو يس وكنكتبوه، الا ما عندناش كنديرو نو. حنا ما عندناش غادي نديرو نو.
ابخي الباسورد ديالنا وكان اكتيفيو هادو كاملين حتى الاخر. اخر حاجه كنديرو اوردر ناو. من بعد ما كيتاكتيفا الكونت ديالنا كيصيفطوا لينا ميل باش كنأكتيفيو الكونت ديالنا، كنرجعوا للباج الاولى باش كنكتبوا الميل والمود باس اللي درنا. من بعد كيعطيونا هاد الصفحه هادي مباشره باش كنكملوا المعلومات ديالنا. من بعد ليطاب الاولى كندوزو ليطاب الثاني باش كنكملوا المعلومات اللي ناقصيننا. كنمشيو لهاد كونتينيو، كنمشيو نعمروا المعلومات ديال جواز السفر. اول سؤال كيطرحوا علينا هو واش عندنا جواز سفر، كنقولوا كنكتبوا الرقم ديال الجواز، تاريخ التسليم وتاريخ انتهاء الصلاحيه والبلد منين خدينا جواز السفر. من بعد ما كنسجلوا المعلومات الخاصه بجواز السفر، دابا غيخصنا نتيليشارجيو لادميسيون ديال لونيفرسيتي وتصويره مع الباسبور. لادميسيون كتقدر تيليشارجيها بزاف ديال لي فورم، والفيريفيكاسيون ديال الباسبور خاصك دير تصويره مع الباسبور ديالك وتكون واضحه وواضحين لي زانفو اللي دخلتي. ابخي ما كان تيليشارجيو لادميسيون بويسكو حنايا ما عندناش، كنصوروا تصويره واضحه ديال الباسبور، ومن بعد كناخذوا سيلفي الوجه ديالنا يكون واضح، ومن بعد كيكون عندنا سيلفي مع الباسبور. انا غادي نخلي لكم الصوره باش تعرفوا كيفاش تقدروا تاخذوها. الصوره ديال الباسبور مع الوجه كتكون بهذه الطريقه هذه باش كيكون الوجه واضح وحتى الباسبور واضح. من بعد كنسينو الفيريفيكاسيون ديال الكونط باش ياكتيفيو لينا. من بعد الفيريفيكاسيون ديال الكونط باش غيتاكدوا بلي المعلومات اللي دخلنا صحاح ومطابقين لداك الشيء اللي كان في الصوره ديال الجواز السفر. وبالنسبه للصوره الشخصيه غادي ياكتيفيو لينا الكونط باش نقدروا نبداو الاجراءات اللي غياخذونا لمرحله اخرى. لو لين غنخلي لكم في لابوت ديسكريبسيون. اللي لقى صعوبه في الكرياسيون ديال الكونط ولا محتاج استشاره يقدر يتواصل معنا على رقم الواتساب، غنخليه حتى هو في لابوت دو برودكسيون، او يزورنا في المقر ديالنا. لادريس غنخليها حتى هي. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في الملف حنا كنقدروا نتكلفوا لكم به من البدايه حتى لاخر مرحله.